تعالى دلوقتي نستدي حاجة بنطلق عليها الكوفاريانس. وتعالى ناخد الكلمة دي نفسها، لأنك لو عرفت معنى الكلمة نفسها انت عرفت اللي حصل جوه. هي كوفاريانس، ففي variability لحاجتين مع بعض. فانت بتدرس ازاي two features are co-varying مع بعض، بيتغيروا مع بعض. فهي الاستدي اللي بتدرس بيها التغيير بتاع two features مع بعض. فالكوفاريانس وجاي من variance، فهو جاي من variability. فلو تفتكر احنا كنا بنجيب الفاريانس والستاندرد ديفيشن باننا بطرح المين من الفاليوز اللي موجوده عندي. فبالتالي انا دلوقتي في الكوفاريانس بستدي ازاي two variables هما الاتنين بيتغيروا around المين بتوعهم مع بعض. فدلوقتي ممكن نفكر فيها اكني عندي two distributions، وليتس سي اللي انا عندي فيتشر اللي هو الهايت وفيتشر تاني اللي هو الويت. مش عايزك تفكر في الموضوع ان هي عبارة عن ارقام بتتغير وخلاص، لا، فكر فيها ان هي اتجاه بتاع الفاريابيليتي. لو انا دلوقتي هفرض ان انا من الديستريبيوشن بتاع الهايت هبدا ان انا كولكت بوينتس معينه، هبدا ان انا ارسم لك البوينتس دي with respect للمين بتاعها علشان تشوف اتجاه التغير اللي ماشي. وفي نفس الوقت من الويت هبدا ان انا كولكت بوينتس. كل بوينت انت بتاخدها في ال 2 دي سبيس ليها فاليو للهايت وليها فاليو للويت. فانا لما اخد من هنا بوينت ومن هنا بوينت انا هحط بوينت في ال 2 دي سبيس. فاللي هيحصل دلوقتي ان انا لو بصيت ومشيت في السيميوليشن دي انا ماشي ناحيه الشمال مثلا، فانا ماشي اقل من المين بتاع كل ديستريبيوشن، فبالتالي بحط البوينتس بهذا الشكل. وبعد كده البوينتس دي تبدا ان هي تمشي ناحيه اليمين شويه وناحيه الشمال شويه with respect للمين بتاع كل ديستريبيوشن. وعلشان هما واخدين نفس الاتجاه بتاع الفاريابيليتي ده مع بعض فهم بيتغيروا مع بعض بشكل بوزيتيف. فانت لو رحت رسمت لاين بيفت الداتا بوينتس دي هتلاقي ان اللاين ده السلوب بتاعه بوزيتيف. فايدة الكوفاريانس ان هو يعرفني الريليشن شيب اللي موجودة ما بين التو فيتشرز دول، هل هم بيتغيروا مع بعض في نفس الاتجاه ولا عكس بعض، يعني لما واحد بيزيد التاني بيقل، ولا اصلا مفيش اي ريليشن شيب ما بين الاتنين. طب تعال نشوف متغيرات كتيرة هنشوف فيها الكوفاريانس ماتريكس، وهنشوف فيها الفيرجن اللي تعتبر عبارة عن نورماليزد كوفاريانس اللي هو الكوريليشن. والكوريليشن هي تعتبر كوفاريانس بس نورماليزد، الفاليوز بتاعتها من -1 ل 1. -1 معناها ان هي perfect negative correlation، لما واحد بيزيد التاني بيقل، ولما تكون ب1 ده معناها ان هي perfect positive correlation، هما الاتنين بيزيدوا مع بعض هما الاتنين بيقلوا مع بعض. وزيرو معناها absence of correlation، غياب هذه الكوريليشن، مفيش اي علاقة ما بين الاتنين. لو بصيت بقى دلوقتي على السيميوليشن دي بص على الفاليوز بتاعت الكوفاريانس ماتريكس. الفاليوز اللي بتتغير اللي هي على المين دايجونال دي عبارة عن الفاريانس بتاعت اول فاريبل والفاريانس بتاع تاني فاريبل. التو فاليوز التانيين دول سيمتريك، هما الاتنين زي بعض بالظبط. دي عبارة عن الفاليو بتاعت الكوفاريانس اللي احنا اتكلمنا عنه اللي هو بيوصف الريليشن شيب ما بين الاتنين. وانا عايزك كمان في السيميوليشن دي تراقب الفاليوز بتاعت الكوفاريانس نفسه وتشوف ازاي هي اوقات بوزيتيف وازاي اوقات بتقرب قوي من زيرو وازاي اوقات بتطلع لك فاليوز نيجاتيف. والكوريليشن مرة تانية هو مجرد نورماليزد كوفاريانس. فدلوقتي لو شفت في بداية السيميوليشن هتلاقي ان الار اللي هي الكوريليشن ب1 الفاليو كبيرة جدا، وفعلا الفاليو بتاعت الكوفاريانس كبيرة. وبعد كده لما الفاليوز بتبدأ ان هي تسكاتر مع انها واخدة نفس الدايركشن، بس خد بالك السكاترنج بيفرق، لما تسكاتر الكوريليشن بتقل، تسكاتر اكتر الكوريليشن تقل، فكأنها عايزة تكون قريبة جدا من بعضها اكنها بتفت في لاين. ولما تقرب جدا لفاليو زيرو دي بنقول عليها اكني بوايتن الداتا، اكنها وايت نويز، مفيش اي كوريليشن ما بين الاتنين. ولما تبدا تاخد الدايركشن التاني تبدا الفاليوز بتاعت الكوريليشن تبقى نيجاتيف، وتقرب من بعضها تبدا الفاليوز بتاعت الكوريليشن تبقى نيجاتيف اكتر وتقرب من نيجاتيف 1، تقرب اكتر واكتر وشفت ناحيه ال1 تبقى بيرفكت بوزيتيف كوريليشن، تبدا ان هي تقرب البوينتس دي من بعضها وتشو البوزيتيف كوريليشن دي، يعني الفاليو بتاعتها تبقى ب1. واول لما تتحرك وتوصل ان هي تبقى هوريزونتال
يبقى تغيير في واحد مش بيؤدي لتغيير في التاني خالص لان هو ثابت، فدي الكورليشن هتطلع لي زيرو. ولما تبدا البوينتس دي ان هي تتحرك في الاتجاه النيجاتيف تديني بيرفكت نيجاتيف كورليشن. وبعد كده الفاليوز دي تقرب تاني من بعضها وتبقى سكاترد بالشكل ده تديني زيرو. دي نماذج مختلفة من اشكال الكورليشنز اللي ممكن تكون موجودة عندنا في الداتا. وتاخد بالك من حتة السكاترينج بيفرق ازاي، ممكن يكونوا واخدين دايركشن معين بس لو قريبين من بعض غير لما يكونوا بعاد عن بعض. في شكل الايكويشنز بقى انا باخد البعد بتاع الفاليوز بتاعتي عن المين زي ما شرحنا هنطبقها في الايكويشن، فهي x ناقص x بار في y ناقص y بار. انا بسنتر كل واحده فيهم، بشوف الفاريابيليتي بتاع كل ديستريبيوشن عن الميو بتاعته عن المين بتاعه واضرب الاتنين دول في بعض، وبعد كده بقسم على n ناقص واحد. ليه بعمل الحته دي؟ زي ما اتكلمنا قبل كده اللي انا بستدي من observations كتيره، فانا اكني عايز الافريج اوف ذس كوفاريابيليتي، فانا بروح اللي انا اجمع الفاريابيليتيز اللي ضربت في بعضها دي واكني عايز اجيب افريج فبقسم على n. ولكن علشان زي ما شفنا قبل كده ده بيintroduce a biased estimator، يعني اللي بيحصل على السامبل مش descriptive قوي للي بيحصل على البوبيوليشن، فهو بي underestimate الفاريابيليتي اللي حاصله في البوبيوليشن، وده بسبب ان انت واخد سامبل صغيره. فاللي هيحصل ان انا هقسم على n ناقص واحد بدل ما اقسم على n. فانا لو عندي مقدار معين كنت بقسم على n فانت كنت بتغير التوتال بتقلله، فده كان بي underestimate الفاريابيليتي. فبالتالي انا دلوقتي لو عايز اللي انا ازود الفاريابيليتي دي شويه بقسم على n ناقص واحد بقلل المقام، فالفاريابيليتي اللي عندي بتزيد فبتقرب من الاستيميشن المظبوط بتاع البوبيوليشن. وبعد كده عايز احول الكلام ده لكوريليشن. بعمل ايه؟ بنورمالايز. مش انت اخدت x ناقص x بار يعني شفت فاريابيليتي عن الميو، y ناقص y بار شفت فاريابيليتي عن الميو بتاعت الواي. فانا لما اروح اقسم الستاندرد ديفيشن في الستاندرد ديفيشن انا كده ضمنت ان انا بنورمالايز الفاليو بتاعت الكوفاريانس اللي طالع ده علشان يبقى من ماينس 1 ل 1. ولذلك لما تاخد الستاندرد ديفيشن بالاكشوال فاليو بتاعتها اللي استنتجناها في فيديو قبل كده وتروح بقى تضرب الاتنين دول في بعض هتلاقي حاجه لطيفه حصلت، ان انت دلوقتي ال n ناقص 1 دي طارت اصلا. ليه؟ لان انت كنت جايب حاجه already normalized قسمت على n ناقص واحد علشان تخليه unbiased estimator، ورحت بعد كده قسمت على standard deviation في standard deviation كل واحد فيهم already normalized بالحته دهيت، فال n ناقص واحد طارت معاه، ودي اسمها Pearson's correlation. في طرق تانية مش معتمدة على المين، لو تاخد بالك هنا دي رايحة للمدرسة بتاعت المين، في ميجرز تانية رايحة للمدرسة بتاعت الميديان والاوردر والرانك بتاع الداتا. فانت لو عندك اوتلاير كوريليشن تانية زي السبيرمان كوريليشن مش هتبقى افكتد بوجود هذا الاوتلاير، ولذلك بنطلق عليها روباست. فرؤيتك للديتا وان انت تعرف فيه اوتلاير ولا لا هيخليك تشوف ان فيهم هيكون انسب للاستدي اللي انت بتعملها. شكرا جدا انك كملت الحلقة للاخر، اشوفك الحلقة الجاية، سلام.